السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم بقولة أو خبيزة بطريقة رائعة. خليكم معي نشوفوا طريقة التحضير. نبدأ على بركة الله في الطريقة. أنا هنا البنات الخبيزة أو البقولة بعد ما غسلتها مزيان ونشفتها ودابا غير كنقطعها معاكم. أنا سبق لي قطعتها كاملة وأنا غير خليتها شوية باش ما يجيش الفيديو طويل. باش نشاركوا معكم كيفاش نقطعها. كما كتشوفوا البنات بعد ما قطعتها كاملة على الشكل هذا ومن بعد ما غسلتها مزيان ونشفات. ودابا البنات غادا نديرها في كاس، غادا نفورها ماشي غادا نسلقها، وغادا نضيف لها من الفوق فصوص ديال الثوم، وغنضيف لها شويه ديال الملحه، وغادي نفورها. بعد ما فورتها البنات كما كتشوفوا فصوص الثوم اللي انا ضفتهم فيها غادي نزولهم وغادي نحتفظ بهم كيف ما كتشوفوا. ودابا نبداو على بركة الله نوجدوا الشرموله اللي غنشرملو فيها البقوله او الخبيزه. غنحتاجو الحامض مصير، قزبر ومعدنوس، والثومه اللي انايا زلتها من البقوله، والملحه والابزار والكمون والكركم والملحه. غنضيف الثومه في المقله وغنضيف عليها الحامض مصير مقطع رقيق، وغنضيف عليه زيت الزيتون، وغادي نضيف التوابل اللي فيهم الملحه والكمون والتحميره وشويه تاع البزار شويه تاع الكركم او الخرقوم. نضيف القزبر ومعدنوس مقطع، وغدا البنات نديرها فوق البوطه تشحر. وهذيك الثومه اللي انا ضفتها اللي كدرتها مع البقوله غدا نمعسها بالفورشيط، وغدا نضيف الثومه محكوكه، وغدا ندير الشرموره فوق البوطه تشحر. تشحر ليا مزيان الثومه مع الحامض مصير. بعد ما غتشحر ليا مزيان الشرموره ديال البقوله او الخبيزه غادي نضيف ليها البقوله او الخبيزه من الفوق. غادي نضيفها وغادي نخلطها كما كتشوفوا، وغادي نخليها حتى تشرب ديك لاصوص ديالها مزيان، ونخليها على عافيه مهيله على السمره في التحريك، نخليها حتى تشرب الشرموله ديالها كما كتشوفوا. وغادي نغطيها ونقص عليها البوطه ونخليها طيب على خاطرها تشرب لك لاصوص مزيان. دابا البنات بعد ما طابت ضفت لها حبه ديال الزيتون من الفوق. هذا هو الشكل ديالها بعد ما طابت، الصراحه كتجي زوينه بزاف. هذا هو الشكل النهائي البنات ديال البقوله او الخبيزه بعد ما زينت انا بقطع ديال الحامض او السيترون في الجناب مع طوماط سوريس، ودرت فوق منها شويه ديال الزيتون وشرائح ديال الحامض مصير. هذا هو الشكل ديالها، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم ويكون خفيف على القلوب ديالكم. وما تنساوش تشتركوا في القناه وتبارطاجيو مع الاهل والحباب ديالكم، يوصلكم ديما الجديد وتكملوا الفيديو حتى الاخير. نتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده ومع فيديو جديد ان شاء الله. شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه. السلام عليكم.